عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معكم قناة عمر الكرام. السؤال لكل اشتراك واستنى محمد سلم. وأتوقع نتيجة مباراة الفتح والاتحاد. المباراة مهمة جدا لكلا الفريقين. يدخل المباراة هذه ملعب المباراة هو ملعب الفتح، أكيد اسمه استاد تمويل ميدان تمويل الأولى. طبعا الماتش ده هيكون صعب جدا لكلا الطرفين. الاتحاد في المركز السادس يريد الثلاث نقاط، حتى لو جاب الثلاث نقاط مش هيصعد لأن التعاون 35 نقطة، فيحتاج 6 نقط، يعني ماتشين فوزين وخسارتين للتعاون علشان يعني يبقى المركز الخامس في بطولة الدوري. أما الفتح فلو كسب هذه المباراة فيكون 24 نقطة، هيطلع مركز في انتظار النيوم طبعا، وأكيد مش هيطلع على الخليج، يبقى فرق نقطة بين وبين الخليج. ماشي، عشان كده مباراة مهمة جدا، يعني اللي هيكسب ممكن ما يصعدش مركز، فهتكون مباراة مهمة جدا، 3 نقاط، لأن المباراة الجاية يكسبها يكون عدى أكيد المركز اللي هو عاوزه. طبعا غيابات مهمة جدا للاتحاد، زي واحد زي عبد الله العنود، هو هذا العبود، هو هذا الولد كان شايل الاتحاد على كتفه، ولكن الاتحاد بما حضر. إليكم تشكيلة الاتحاد المتوقعة للمباراة الآن. طبعا القرار نكل لهذه المباراة 8-3 وتطبيق 8، تأكيد المعلق جعفر الثليح. أما عن توقيت المباراة تمام هو الساعة 4 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 5 بتوقيت مصر وفلسطين والسودان وليبيا، و6 بتوقيت السعودية والكويت والعراق وسوريا اليمن والأردن، و7 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان. لا تنسى اللايك والاشتراك. سلام.